مساعدات تونس للجزائر سابقة، بل تجاوزت الماديات ووصلت للدم والأرض. في تسعينيات القرن الماضي وفي أوج العشرية السوداء لم تغلق يوما تونس حدودها البرية مع الجزائر، حينما أدار لها كل العالم ظهره وأغلقوا حدودهم ومطاراتهم وموانئهم أمام الرحلات القادمة والمغادرة للجزائر، بل واستقبلت تونس ولمدة تقارب 10 سنوات أكثر من 500 ألف لاجئ جزائري هاربين من المجازر الدموية ومن الأزمة السياسية وشح السلع والغلاء الفاحش للأسعار والانهيار الاقتصادي الذي أصبح يهدد بانهيار مؤسسات الدولة الجزائرية. الدولة التونسية أقامت للفئات الأشد هشاشة وفقرا منهم وعلى نفقتها الخاصة المخيمات بمنطقة غار الدماء، كما أن مئات الآلاف منهم استقروا بمختلف المدن التونسية وأعطتهم السلطات التراخيص اللازمة للإقامة وللعمل داخل التراب التونسي، ومكنت أبنائهم من الدراسة مجانا ضمن المؤسسات التعليمية الحكومية، بل وفي خطوة إنسانية مكنتهم من بطاقة العلاج المجاني هم وأبنائهم في المستشفيات الحكومية. وفي المقابل عند اندلاع الثورة التونسية كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها الجزائر وغلق حدودها البرية مع تونس.